اوعى تاكل بعد التمرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمود الريجي. ما تاكلش بعد التمرين مباشره، لان ده غلط جدا جدا جدا. من النمو بيعلى حالاته اثناء التمرين وبيقعد فتره، فانا لو اكلت بعد التمرين مباشره الانسولين هيزيد، وانا المعلومه دي عارفها وكده. لا خالص، انا مش هتكلم عن النقطه دي سواء هي صح ولا غلط. انا هتكلم في نقطه اهم. انا وبتمرن الجسم او الدم عنده مهمه واحده بس، انه يروح للعضله اللي بتتمرن. انت بتعمل خلل في سريان الدم في الجسم، لانه طبعا المعده بتحتاج دم كتير يروح لها بسبب الاكل اللي انت اكلته. اضطر ان الدم بيحصل له شيفتنج او بيحصل فيه خلل. خلاص انا يا عمي هاكل بعد التمرين ساعه 2 3 4، لا، حاجات العضله محتاجاها اساسيه جدا لازم توصل للعضله في وقت معين، لان العضله بتحتاج ترجع مخازن الجليكوجين تاني اللي استهلكتها في التمرين. اهم حاجه ان انت تاكل بعد التمرين بنص ساعه تمام، بساعه تمام، بساعتين تمام برضه، بس اهم حاجه ما تطولش عن كده. ربنا يحمينا ويحميكم. سلام عليكم.